صباح الخير والجمال للناس الجميلة الحلوة اللي بتتابعني والناس الحلوة العسل اللي مش عايزة تتابعني، لأي حد هيشوف هذا الفيديو. في ناس بيكون عندها حساسية مثلا من نوع معين من البرفانات، حساسية مثلا من الموز، حساسية من الشوكولاتة. يعني في ناس لما بياكلوا الشوكولاته بيجي لهم طفح جلدي، في ناس لما بياكلوا الموز بيحسوا ان هم عايزين يهرشوا نفس صدرهم، في ناس عندهم حساسيه مثلا من ريحه الكتب، ريحه المجلات. انا عندي حساسيه من اي حد يترسم عليه، اي حد يتنك عليه. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا خسرت اعز الناس الى قلبي، وممكن تكون ناس في صلة ارحامي، وممكن تكون ناس معايا في العمل، وممكن تكون ناس في كل مكان، علشان بس حاولوا، مجرد محاولة ان هم يترسموا عليا. اوعى تخلي حد يترسم عليك ايا كان. ابويا الله يرحمه، ابويا الله يرحمه مرة زي كده زعل معايا في موقف، فجيت علشان ارضيه فعمل وشه كده، فضلت زعلان معاه شهر وشهرين وثلاثة، مع انه ابويا. انا عارف ان في ناس ممكن تقول لي انت جاحد، انت عاق، انت. انا ما عنديش غير الكرامة. الكرامة زي ما قال لك بدري بيه لما كان بيكلم عصام النمر، لما بيقول له انت صالحته عادي، قال له صالحته عشان السادات كان بيسعى للحرب وعنده كرامة. قال له السادات لما سعى للحرب كان كسبان الحرب، لما سعى للسلام كان كسبان الحرب يا فاشل. قال له ربنا خلق الانسان ليه؟ بيقول له انت، بيقول له انت ربنا عارف خلى الانسان اللي يموت دون ماله او عرضه شهيد ليه؟ عشان يعمل له كرامه. انت بقى ما عندكش كرامه، او ما حبيتهاش، او فرطت فيه. عمل له كده بدري بيه. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم، اوعى تخلي حد يجي على كرامتك او كبريائك او يترسم عليك، سواء في العمل، سواء في بيتك، سواء مع اهلك، سواء مراتك، سواء اي حد. اي حد ملوش مطلق الحريه ولا ليه مثلا السلطه ان هو يترسم عليك. اوعى تخلي حد يترسم عليك. انا خسرت ناس كتير بسبب موضوع الرسم ده. يعني الحمد لله مش كبرياء ولا غرور ولا تجبر، ولكن ربك مش عامل لك غير كرامه. حافظ عليها، حافظ عليها. اللهم قد بلغت.